السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أهلا بكم مع هذا البث المباشر بعد غياب طويل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته، اللهم آمين يا رب العالمين. عنوان البث اليوم هو 10 دقائق إن شاء الله في حدود كده: أعظم خطة لدخول الجنة بصيام الأيام البيض لهذا الشهر. إشمعنى الشهر ده بالذات؟ هقول لحضراتكم، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ورد طبعا في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني صيام السنة كلها. ليه؟ لأن الحسنة ب10 أمثالها، فصيام ال3 أيام بيتحسبوا ب30 يوم، مع كل شهر يبقى صمنا السنة كلها بصيام ال3 أيام من الشهر العربي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وهي أيام البيض صبيحة 13 و14 و15، 13 14 15. ليه؟ هتبدأ من بكرة، الأربع والخميس والجمعة. طيب يا شيخ محمود، عندي ظروف، أو الأخت الفاضلة عندها العذر الشهري مش هتقدر تصوم من بكرة. ما فيش أي مشكلة خالص، ممكن يتصاموا ال3 أيام من أي وقت من الشهر. إيه الدليل على كده؟ أي كلمة لازم دليل على طول. خد الدليل، بس برضه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام صيام الدهر، فقد صام الدهر كله. تمام. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه. يبقى ينفع ال3 أيام يتصاموا من اي وقت، بس جمالهم بقى في 13 و14 و15 ان النبي كان حددهم، يعني لهم الأولوية لأنهم سرة الشهر. بالإضافة أن إحساس جميل أني وأنا بصوم عارف أن كتير من المسلمين صايمين في نفس الوقت، فبيبقى حاجة كده بركة الطاعة كده جميلة، أن يلاقي حد بيشاركني في الطاعة غير لما بكون بصوم لوحدي. إذا فينفع أصومهم أربع خميس جمعة، ينفع أصومهم خميس جمعة سبت، ينفع أصومهم جمعة سبت حد، مفيش أي مشكلة خالص بفضل الله. بس أنا عايز بالذات نخلي وسطهم المرة دي يوم الجمعة، وهقول لحضراتكم ليه. طبعا معلوم أن من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الدليل يا شيخ محمود؟ صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يعني لو واحد صايم كده النهاردة وبعدين كده توفي أثناء الصيام، أو توفي بعد ما أفطر في نفس اليوم، يختم لنا بصيام يوم، فنكون من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طب بقى عايزين نعرف العنوان اللي حطيته النهاردة ده اشمعنى، يعني أعظم خطة لدخول الجنة بصيام أيام البيض لهذا الشهر، اشمعنى الشهر ده؟ أقول لحضراتكم: لأن المرة دي جاي في وسطهم يوم الجمعة. طب وإيه يعني ما يكون معاهم يوم الجمعة؟ يعني أقول لحضراتكم ليه. عشان كده قلت إيه، اللي مش قادر يصوم من بكرة أو عندها عذر مش قادرة تصوم أربع خميس جمعة، ما فيش مشكلة، تصوم خميس جمعة سبت، أو جمعة سبت حد، ما فيش مشكلة، المهم ال3 أيام ورا بعض. بس عايزين نخلي معاهم الجمعة. ليه بقى؟ أقول لحضراتكم: لحديث رواه أبو يعلى وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا معايا بقى، ده موضوع إيه؟ موضوع النهاردة. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. أظن دي كفاية لوحدها. يعني 5 حاجات لو عملناها في يوم، واليوم دوت ركزوا معايا هيكون يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، هيكون يوم الجمعة اللي جايه بعد 3 ايام. تمام كده؟ 5 حاجات لو عملناهم في يوم الجمعه نكتب من اهل الجنه. والمولى عز وجل حينما يعد وعدا فالله منجز لنا ما وعدنا به سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى 5 حاجات لو عملناها في يوم واحد كنا من اهل الجنه. اليوم ده هو يوم الجمعه، وهوضحها لحضراتكم. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. عد معايا: من صام يوم الجمعة، وهنوضحها دلوقتي، من صام يوم الجمعة وراح إلى الجمعة، برضه هنوضحها بالنسبة للنساء،
يعني راح صلى الجمعة وعاد مريضا أي زار مريضا وشهد جنازة وأعتق رقبة. أعتق رقبة دي مستحيلة؟ لا مش مستحيلة، وهقول لكم إزاي وبحاجة بسيطة جدا وفي 5 دقايق. إزاي بقى؟ شوفوا بقى تفسير هذا الحديث العجيب. عشان كده أنا بقول أنا فرحان إني جاي المرة دي معاهم يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح إن يوم الجمعة فيه 5 حاجات، طبعا مش لازم الجمعة الجاية بالذات، يعني ممكن أي جمعة تانية، بس المرة دي عشان جاية قدرا كده معاها صيام الإيه؟ الأيام البيض. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول 5 حاجات لو عملناهم في يوم واحد اللي هو يوم الجمعة، تمام، هنكتب عند الله، ربنا يكتبنا من أهل الجنة. أول حاجة من صام يوم الجمعة. المقصود هنا صام يوم الجمعة اتفاقا وليس قصدا، يعني مانيش متعمد إن أنا أفرد يوم الجمعة بالصيام. ليه؟ لأن في نهي أصلا عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إنما اتفاقا وليس قصدا. يعني إيه؟ يعني من كانت عادته أن يصوم صياما معينا فقدرا جه يوم الجمعة. زي ايه؟ زي اللي احنا فيه دلوقتي، صيام الايام البيض جاي امتى؟ 4 5 جمعة. انا ما تعمدتش ان انا اصوم الجمعة، ده هي قدرا جت في وسط الايام البيض. او ايه تاني؟ او ان انا مثلا بصوم صيام سيدنا داود، كان سيدنا داود يصوم يوما ويفطر يوما كما جاء في البخاري ومسلم. فممكن مثلا صايم يوم الاربع وافطر يوم الخميس، وصام الجمعه وافطر يوم السبت، فقدرا جت الجمعه من ضمن الايام اللي بيصومها، اللي هي ايام اللي بيصومها كصيام سيدنا داود. اذا يبقى من صام يوم الجمعه الحمد لله جت لنا اتفاقا وليست قصدا. الحمد لله يا رب ما تعمدناش ان احنا نفرد يوم الجمعه بالصيام، دي جت قدرا في وسط الايام البيض. ادي اول واحده عدينا منها. طيب وراح الى الجمعه، يعني راح يصلي الجمعه. طب الرجال واجب عليهم الجمعة والجماعات، النساء ليس واجبا عليهم لا الجمعة ولا الجماعات. يعملوا ايه؟ تصلي الظهر يوم الجمعة في بيتها. طبعا لو حبت تروح تصلي الجمعة فلا مانع من ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حبت تروح أهلا وسهلا فبها ونعمة عين، ما حبتش تروح وهتصلي في بيتها تصلي الظهر. اوعي تفتح التلفزيون وتصلي الجمعة ورا التلفزيون، لا تصلح. انما الذي يصلح هنا هو ان حضرتك تصلي الظهر يوم الجمعه بالسنن القبليه والسنن البعديه، بس تصلي في وقت الجمعه. يعني وقت ما تسمع الاذان قومي صلي سنن الظهر القبليه وصلاه الظهر ثم السنن البعديه، تمام كده؟ وليكي نفس اجر الرجل وهو رايح الى الجمعه. يبقى الحمد لله النساء لهم حظ عظيم من هذا الحديث، تمام كده؟ يبقى من صام يوم الجمعه قلنا اتفاقا وليس قصدا، شرحنا كل حته لوحدها. وراح الى الجمعه، الرجل هيروح يصلي الجمعه، والمراه لو صلت الظهر في البيت لها نفس الاجر. والحاجه الثالثه وعاد مريضا، يعني زار مريضا. طبعا في هذا الزمان ما أكثر المرضى، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك سمعت إن جارك مريض، روح زوره يوم الجمعة كده بعد صلاة الجمعة 5 دقايق وادعي له وامشي، يبقى كده عاد مريضا. حضرتك ليكي جارة مريضة أو قريبة أو أي حد من حبايبك من النساء مريضة، روحي زوريها. طب ما فيش ولا واحدة من حبايبك وزوجك رايح يزور مريض، ما فيش مشكلة، روحي مع محرم وزوري المريض، ما فيش مشكلة خالص بفضل الله. أمنا عائشة زارت سيدنا أبا بكر وهو أبوها وسيدنا بلال وهم مرضى لما أصيبوا بالحمى في المدينة، تمام؟ إذا يجوز إن أنت تزوري واحد أجنبي بس في وجود محرم ليكي، تمام كده؟ طيب ما فيش أي حد من قرايبكم خالص مريض، أقرب مستشفى نروح بالعربية كده 3 دقايق نخش أي مستشفى على أي قسم، نخش ندعي لأي مريض ونمشي، تمام؟ يبقى كده إيه؟ عاد مريضا. بسهل لكم الأمور بكل بساطة. واللي بعدها إيه؟ وشهد جنازة. طب ما فيش حد ميت في حتتنا، لو في حد ميت يبقى الحمد لله نشهد الجنازة. يبقى يروح الزوج ما شاء الله يصلي صلاة الجنازة ومعاه الزوجة هتصلي صلاة الجنازة وتروح، لأن المرأة لم تؤمر بحضور الدفن، تمام؟ يعني يعني تحضر صلاة الجنازة، لو صلت خدت نفس الأجر، والرجل يروح يصلي صلاة الجنازة ويحضر الدفنة. طيب ما فيش حد خالص ميت في منطقتنا، أبسط ما في الأمور دي الجنة يا جماعة. يعني ما فيش مشكلة إن احنا نضحي ونركب أوبر أو نركب عربيتنا ونروح لأقرب مقابر، دي الجنة. ده بقول 5 حاجات لو اجتمعت هيبقى نتكتب عند ربنا من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل سبحانه وتعالى أقرب مقابر لمساكن حضراتكم، أقرب مقابر فين؟ على بعد 5 كيلو 10 كيلو مش مشكلة، نروح بالعربية. ما بنروح بنتفسح بال 300 كيلو 400 كيلو، نروح كده بالعربية لحد المقابر. أكيد إن شاء الله ما فيش مقابر ما بيعديش عليها جنازة كل يوم على الأقل، تمام؟ فأول ما تشوفوا جنازة داخلة استأذنوا أهل الميت، بعد إذنكم يعني أسأل الله أن يرحم ميتكم، أستأذنكم
ضعوا بس الميت كده عشان نصلي عليه صلاة الجنازة لعل وعسى ربنا يكرمه بدعاء أي حد فينا. حطوا الجنازة وصلوا عليها صلاة الجنازة وخشوا احضروا الدفنة في 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة وامشوا، تمام كده؟ يبقى كده إيه؟ وشهد جنازة. أنا بسهل لكم الأمور وبقول لكم تعملوا إيه عشان تدبر الأمور بفضل الله. طب آخر حاجة بقى دي اللي صعبة قوي يا شيخ محمود، وأعتق رقبة. نجيب منين رقبة بقى عشان نعتقها؟ طبعا ما فيش النهارده عبيد عشان نشتريهم ونعتقهم، لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لنا البديل بفضل الله سبحانه وتعالى حينما لا نجد رقبة نعتقها، اللي هي إيه؟ كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأننا أعتقنا 10 رقاب بفضل الله، مش رقبة واحدة، 10 رقاب. نقدر نعمل إيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى نقولها بقى ببساطة ونرتبها. هنصحى الصبحية ويا حبذا بقى لو قمنا نصلي ركعتين قيام ليل كده، تمام؟ واعلم يا محمد، يا سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكم بالرحمة، قال: رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب واللي مش متجوزة تصحي أختها، تصحي والدها، تصحي أخوها، تصحي أمها، يصلوا مع بعض كده ركعتين. إيه المشكلة؟ يصلي بيها، لو كان ذكر هو اللي يصلي بيها، لو كانت اتنين أنثى واحدة تصلي بالتانية، مفيش مشكلة. لو لوحدها تصلي وخلاص ولها نفس الأجر بفضل الله. ونصلي الفجر بقى ونقعد نقول أذكار الصباح ونقرأ ورد القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن بين الأذكار بتاعة الصباح اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة الحمد لله. على الصبح كده أول حاجة بدأنا بيها عتق 10 رقاب، يبقى بدأنا الحديث. رقم 2 يا حبايبي هنروح، احنا صبحين بقى صايمين، يعني احنا قلنا اتفاقا وليس قصدا، ده اليوم الثالث من ايام البيض، او اللي هيبدا بعد كده من يوم الجمعه، او اللي هيبدا من يوم الخميس، المهم ان من ضمنهم يوم الجمعه. يبقى انا صابح صايم، او احنا صابحين صايمين، يبقى ادي اول حاجه عملناها. تاني حاجه قلنا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مره فكانت لنا عدل 10 رقاب، يبقى الحمد لله عملنا الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه نروح نصلي الجمعه، ده للرجال، والنساء تصلي الظهر في بيتها، ادي الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه عياده المريض، نشوف اي مريض حوالينا نروح نزوره وندعي له دعوتين ونمشي. ما بقي الا الاخيره اللي هي اتباع الجنازه او شهود الجنازه، نشوف لو حد ميت حوالينا نروح نحضر الجنازه، ما حدش ميت نروح اقرب مقابر ونلاقي جنازه داخله نستاذنهم بس دقيقه نصلي عليه صلاه الجنازه ونحضر الدفنه. وكل سنه وانتم طيبين، اتكتبتوا بفضل الله اولا واخرا ثم بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اتكتبتم من اهل الجنه، ابشروا بكل خير. عشان كده قلت النهارده بالذات لازم نعمل البث المباشر ده عشان اوضح لحضراتكم ان المره دي الثلاث ايام البيض لها مذاق اخر، لان في وسطها يوم لو عملنا فيه الخمس حاجات بالوصف البسيط جدا اللي قلته لحضراتكم تكتبوا من اهل الجنه، ومن كتب من اهل الجنه فابشر. اذ اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. ربنا اللي هيقيمكم في هذا الخير بفضل الله رجالا ونساء. اللي يقدر يطبق الحديث دوت يوم الجمعه اللي جايه يبقى يدعي لي بقى ويدعي لاولادي والبناتي، ويدعي لنا ان ربنا يجمعنا مع بعض صحبه بالجنه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل في البث أكثر من ذلك، اولا للظروف الصحيه، ثم عشان ما اطولش على حضراتكم، وانا وعدتكم ان في حدود 10 دقائق، هي داخله دلوقتي على 14 دقيقه، فمش عايزين نطول اكتر من كده. لكن اوصيكم الا تنسوا هذه الوصيه. نبدا الصيام من بكره ان شاء الله، اللي مش قادره تصوم من يوم الخميس، اللي مش قادره تصوم من يوم الجمعه، حاولوا بقدر الامكان بفضل الله. طب واحده عندها العذر عزكم الله، ده اخر سؤال، بدا النهارده فمش هتلحق اي يوم من الايام الثلاثه، بسيطه خالص، ابدأي من الاسبوع اللي جاي وخليها خميس جمعه سبت، تمام كده، او اربع وخميس وجمعه، وخلي برضو من ضمنها يوم الجمعه
واعملي اللي قُلت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج هَم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وأن يسُدّ الدين عن المديونين، وأن يوسّع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.